أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج أقوى الملفات. برنامج أقوى الملفات معكم أينما كنتم. برنامج أقوى الملفات دائما معكم في ملفات القتل، الثلاثات، إهدار المال العام، الشروع في قتل، السرقات، أينما كنتم نتواجد معكم. النهاردة هيكون معنا ضيف غالي علينا طبعا، وهو رئيس لمجلس إدارة الشركة، وهو من الشباب النشيط المجتهد، ولكن عنده مشكلة في جهة معينة وهي وزارة الكهرباء والطاقة. إن شاء الله هنتواصل معه بعد الفاصل. أهلا لكم أعزائي المشاهدين والمتابعين في برنامج أقوى الملفات. والنهاردة الملف عندنا ملف ساخن جدا جدا، وهو متعلق بالمهندس جمال عسكر، رئيس مجلس إدارة شركة ماتريكس ايجيبت للاستيراد والتصدير، وهي للصناعات البلاستيكية. ومعانا طبعا المستشار القانوني للشركة. في البداية بنرحب بالباشمهندس جمال. أهلا وسهلا بك يا باشمهندس. أهلا بحضرتك يا دكتور. نورت الاستديو طبعا. الله يكرمك، شكرا. ونرحب بمعالي المستشار صالح المزين. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، شرف ليك. النهارده طبعا عرفنا من مصادرنا الخاصه ان في مشكله مع حضرتك باشمهندس جمال وشركه كهرباء البحيره، تحديدا مركز ومدينه كفر الدوار. وعلمنا ان عندك طبعا مصنع، وانت من الشباب المجتهد ودائما داعم للوطن، وعندك عدد من العماله، ودائما بتسعى ل يعني دخل انتاج كويس، وبتصدر حاجات كويسه وبتستورد حاجات كويسه. ولكن مشكله الكهرباء طبعا كانت وعكه بالنسبه لحضرتك. احكي لنا بقى الدنيا فيها ايه بالظبط. الحمد لله رب العالمين. احنا مبدئيا كده انا كنت موظف حكومه وقدمت استقاله لصالح ان انا اعمل مصنع خاص. وده طبعا جه بعد تشجيع معالي فخامة رئيس الجمهورية للشباب بمبادرة ابدأ. وفعلا بدأنا في 2022 ان احنا نقوم مصنع، وبدأنا نعمل مصنع صغير. جميل يا باشمهندس. قبل ما نتكلم عن المصنع، يا ريت تعرف بحضرتك للساده المشاهدين. جمال عسكر من كفر الدوار بحيرة، صاحب شركة ماتريكس ايجيبت للصناعات البلاستيكية والاستيراد والتصدير. كلمنا بقى فكرة المصنع وجات لك ازاي، وايه اللي حصل معاك بالظبط، وايه هي المشكلة، وان شاء الله هيكون لها حل باذن الله. فكرة المصنع من خلال الشغل اللي أنا كنت بقوم بيه في وزارة الأوقاف سابقا، جات لي فكرة إن في منتج بلاستيك موجود في السوق، وحاجة محدش عارف يوفرها وهتكون إضافة للسوق. فعملت المنتج وكنت بصنعه عند لدى الغير بره. بعد كده بدأت لما بدأ يكون في طلب كبير وكده داخل مصر، بدأت إن أنا أشتغل عليه. عملت مصنع صغير، وبعد كده حاليا بقينا نصدر للخارج. الحاجات اللي احنا بنصنعها ايه بقى داخل المصنع؟ هي عبارة عن بوكسات من البلاستيك لها قواعد تثبيت معينة، بتشتغل في مجال التيار الخفيف، أجهزة النتورك، كاميرات المراقبة، كل ما هو موجود في الأماكن العامة، الأماكن المفتوحة كده. موقع المصنع بقى والكثافة العمالية جوه؟ المصنع في كفر الدوار، كينج عثمان، مدخل كينج عثمان. الكثافة العمالية تقريبا بيكون حاليا 9 عمال، محاسب، مستشار قانوني، مراقب جودة. مصنعنا صغير على قدنا يعني حاليا، ولكن بنحاول نطور ان شاء الله. انواع الصناعات بقى اللي بيصنعها المصنع واحنا بنصدرها للخارج، وده حاجة جميلة بالنسبة للمصريين. احنا طبعا من ضمن الحاجات اللي كنا شغالين عليها ان احنا لازم نكون متواجدين بره. عملنا موقع على الانترنت بيشرح فكرة الشركة بتاعتنا، وبيشرح طريقة شغلها والمنتجات اللي فيها. وبدأ يتواصل معنا عملاء من كذا دولة. تواصل معنا ناس عملاء من جيبوتي، صدرنا لهم حاجة اسمها تصدير جزئي، يعني بيكون بنسلم حد في مصر وهو بيبدأ يصدر. بعد كده صدرنا اليمن تصدير جزئي. بعد كده بدأنا نصدر حوالي. لا ما شاء الله، يعني بتصدر للدول العربية كمان؟ نصدر للدول العربية، صدرنا لدولة اليمن أكتر من مرة. بعد كده عملنا بطاقة تصدير علشان يكون التصدير من المصنع مباشر. مدة عمر المصنع يعني بدأت سنة كام إنشاؤه؟ بدأنا سنة 2022. طيب هنبدأ بقى. أولا أنا بنحييك كشاب من الشباب المصري المجتهد، وبدأت بسن مبكر جدا،
وانت طبعا حضرتك كده نموذج جميل ونموذج مميز للشباب المصري، احنا نفخر بيه كمصريين، وان شاء الله طبعا الدوله بتكون داعمه لكم، المفروض الدوله تكون واقفه معاك، لان الرئيس السيسي حفظه الله يعني دائما مع الشباب وداعم للشباب. مشكلتك ايه بالظبط مع الكهرباء؟ مشكلتي مع شركة الكهرباء ان انا كنت عامل المصنع وانا موظف باسم زوجتي. بعد كده لما بدأ في توسعات وكده قدمت استقالة وعملته باسمي. احنا كنا شغالين ممارسة في شركة كهرباء البحيرة. كنا بندفع تقريبا اكبر حاجة جات لنا في حاجة و30 الف جنيه كل شهرين. بعد كده جالنا حاجة و40 الف، 30 الف، 20 الف، وهكذا. تاني شغالين ممارسة طبيعي، مفيش ادنى مشكلة. الموضوع كان شغال مفيش حاجة، لحد ما حصلت مشكلة في شهر 10 2024. هو عموما التسديد بالممارسه ده موضوع قانوني متفق عليه، يعني انت ملتزم بالسداد اول باول. احنا كنا بنسدد باستمرار، مأمور ضبطية قضائية اما جاش المصنع كنا احنا بنروح القطاع نسدد في القطاع. في سنة 24 في شهر 10 كنت في معرض الكانتون في الصين، ودي كانت دعوة من احد المصانع في الصين ان احنا لازم نشارك في المعرض. فرحنا المعرض وكنا مشاركين فيه بقوة الحمد لله رب العالمين، رافعين علم بلدنا بفخر في الخارج. جه مأمور الضبطية القضائية للمصنع يوم 23/10 وكنت انا في الصين. دخل صور المصنع، هو جه بحجة ان هو عايز يعمل معاينة العداد. جه صور المصنع ومفيش مشكلة عندنا، الا انه بعد ما صور المصنع طلع قطع الكهرباء عننا من الخارج، قطع سلك واحد من الاربع اطراف، وطبعا خدوا معاه. دخل المصنع باستئذان ولا بدون استئذان؟ لا هو مأمور الضبطية القضائية يعني مالوش حاجة اسمها استئذان او غير استئذان. اقتحام يعني؟ اقتحام. هو بطريقته عنده اسلوب معين كده وطريقة معينة، ان انا مش مأمور ضبطية. وهنا بنقف بقى واقفة كده. النهارده اعزائي المشاهدين والمتابعين، زي ما سمعنا البداية من المهندس جمال عسكر رئيس مجلس إدارة المصنع، معانا برضو المستشار القانوني للمصنع. نرحب بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. مستشار صالح المزين. مستشار صالح المزين، انت طبعا منورنا منور الاستديو. حضرتك المستشار القانوني للمصنع ومعاصر الموضوع، واللي بقى يعني الامور القانونيه، هل من الواجب الموظف او مسؤول الضبطيه القانونيه يقتحم المصنع بهذه الطريقه ويعمل اللي عمله كاجراء ولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالنسبه للوضع بالنسبه لشركه الكهرباء، مأمور الضبط القضائي القانون خول له السلطه ان هو يخش اي مكان كلجنه تفتيش وتحرير محاضر، لان القانون هو خول له السلطه. لجنه تفتيش بس باستئذان. يعني انا نعرف ان ضابط المباحث لما بيخش في مكان ورايح يقبض على حد لازم يكون معاه اذن نيابه. ده الكلام اللي احنا نعرفوه كاعلاميين ومتعارف عليه. الواقع بيبقى شيء والتنفيذ العملي بيبقى حاجه ثانيه يعني. تمام. يعني احنا بنتكلم بس بواقعيه ومنطقيه شويه. تمام. هو طبعا القانون خول له كضبطيه اعطى له صلاحيات ان يقتحم في اي وقت. يعني هو مش يقتحم بمعنى يقتحم، هو المفروض يعني ايه ان هو بيستأذن يدخل المكان عشان بيأدي واجبه. تمام. وطبعا صاحب المكان عمره ما هيعترض ولا هي اكيد يخش يسيب الموظف يأدي واجبه يعني. خاصه الباشمهندس اصلا كان موظف حكومه وعارف واجباته والتزاماته ايه يعني. فالمهم ان مأمور الضبطيه القضائيه دخل حرر محضر بدون يعني سابق انذار وبدون اي مخالفه تمت، لان الباشمهندس طبعا احنا كنا ملتزمين في سداد الممارسات لحد شهر 9. طبعا اخر ممارسه كنا دافعينها كانت 8/7/24، وطبعا الممارسه بتدفع كل شهر. ملتزمين بنظام ومواعيد. كل شهرين كانت الممارسات كنا بندفعها كل شهرين. اخر ممارسه مسددينها كان 8/7/2024. عندنا بقى الفواتير والحاجات اللي اصالات السداد والكده. اصال السداد اخر ممارسه 8/7/24. جينا في شهر 9 ميعاد كل شهرين يجي تجديد الممارسه الثانيه اللي بعديها. فوجئنا ان قال لك لا الممارسات اتوقفت ومن فضلكم قدموا على عداد. طب ايه اجراءات تقديم العداد؟ قال لك قدم على المنصه الاول وبعد كده بنتابع وبنحدد لك بقى ميعاد المعاينه وبنيجي بقى نعين المكان من حيث المساحه ومن حيث القدرات بقى اللي موجوده والكلام ده كله عشان بيديك الايه العداد على حسب جميل مع المستشار. جميل. اعزائي المشاهدين، احنا في بدايه الحوار وحوار ساخن جدا.
حوار طبعا مشكله طبعا مستحقيه يعني حل عاجل من رئيس الجمهوريه ومن وزير الكهرباء، وهنسرد بقيه الموضوع ان شاء الله بعد الفاصل مع رئيس مجلس اداره المهندس جمال عسكر. تابعونا. عدنا لكم أعزائي المشاهدين من الفاصل بعد أن سمعنا أولى الكلمات من المهندس جمال عسكر ومعالي المستشار. بنرجع مرة تانية للمهندس جمال عسكر رئيس مجلس إدارة المصنع. باشمهندس جمال، اسرد لنا بقى عمق المشكلة نفسها. هي المشكلة زي ما قلت لحضرتك بدأت في شهر 10/24، إن طبعا مأمور الضبطية القضائية أما دخل المصنع وعمل المعاينة بتاعته خرج من المصنع، فصل الكهرباء، قطع السلك من على العمود، واصبح ان ما عادش عندنا كهرباء خلاص. وبدانا ان احنا يعني نجري في اجراءات العداد باسرع ما يكون. احنا بدانا اجراءات العداد يوم 19/10. اول معاينه جات لنا كانت في شهر 2، طبعا بعد معاناه طويله جدا ان تيجي معاينه للكهرباء. في الفتره دي احنا ما عندناش كهرباء خالص. اتفاجئنا برضو ان مأمور الضبطية القضائية عمل المحضر ب1,027,000 باسم والدي. 1,000,000 جنيه 27,000. 1,027,000. انت بتدخل كام مليون بقى ان شاء الله في السنة على كده ولا في الشهر؟ ما هو ده هو مصنع جديد بسيط وبادئ، وانت شاب من الشباب المجتهد، وبنقول يلا خطوة قدام. ما هو المشكلة يا دكتور ان طبعا اولا مأمور الضبطية القضائية اللي موجود او اللي حرر المحضر هو ما يصلحش ان يكون مأمور ضبطية قضائية، وده برضو مش حكمي، لان ممكن يكون شركة الكهرباء لها وضع خاص احنا ما نعرفوش. اولا مأمور ضبطية قضائية بيعاني من عدة امراض كتير جدا، منها والعياذ بالله بعيد عن السامعين مرض السرطان، بيعاني من الكبد، بيعاني من ضغط وسكر، ودايما بتجيله غيبوبة، ودايما بينقلوه المستشفى، وطبعا بيروح مستشفى على حساب شركه. وده مأمور ضبطية قضائية على كده؟ ربنا يشفيه ويعافيه الاول، ربنا يشفيه ويعافيه. بس هل يجوز ان حد بالوضع ده ينفع يخش يعمل حاجه زي كده؟ هو احنا مش عارفين هو يعني ترتيب الموضوع ده بيمشي في شركه الكهرباء ازاي. بس الاغرب من كده لما قعدت مع رئيس قطاع شمال البحيره فرع كفر الدوار واتكلمت معاه، رئيس القطاع قال ده مأمور ضبطية قضائية وماليش سلطان عليه. فطبعا انا ازاي كنت بدفع 30,000 و40,000 و20,000 واخر حاجه كانت 15,000 وكسور في الشهر او في شهرين، ويجي لي فجاه 1,027,000 جنيه. احنا اخر وصل جالي في الكهرباء كان جاي من يومين، والوصل ده كان اعلى وصل جالي. كام بقى الوصل ده قيمته؟ 23,000 جنيه. 23,000 جنيه يعني ما يعدل ممكن نقول ان استهلاك اليومي ما بين 500 الى وصل الكهرباء ده على كام شهر بقى؟ على شهر واحد. شهر واحد بس؟ شهر واحد. هو ده 23,000 جنيه. احنا مركبين عداد، طبعا ركبنا عدادات بعد طبعا حدوث المشكله. احنا ركبنا عداد، وصلنا ان احنا ركبنا الاول عداد صغير 50 حصان او 50 كيلو، وبعد كده كبرناه عملنا عداد اكبر شويه 100 كيلو لما جبنا معده جديده. المشكله ان طبعا زي ما قلت لحضرتك الوصل ده اعلى وصل جالي 23,000 جنيه، فيما يعادل ان احنا في الشهر المنتظم شغالينه مثلا طبيعي اليوم 500 او 550 جنيه او 600 جنيه. مأمور الضبطية القضائية عمل لنا اول محضر، احنا اتعمل لنا كذا محضر، عمل لنا اول محضر ب1,027,000 جنيه، هو ما يعادل 6,500 جنيه في اليوم استهلاك. احنا عندنا كم مكنه كهرباء او كم معده او كم موتور او كم عشان نستهلك القوه دي كلها؟ هو دكتور هو مش بيتحسب كده. امال بيتحسب ازاي يعني؟ هو مأمور الضبطية القضائية بيخش في معدة عطلانة مش شغالة او فيها مشكلة او محروقة، او هو بيحسبها شغالة. انت لو شاري مثلا، لو عندك حاجة مخزنها حتى لو مركونة على جنب مخزنها كده هي شغالة قدام منه، بالنسبة له شغالة، حتى لو مفيش تيار كهربي يوصل لها او اي حاجة هي بالنسبة له شغالة، ويقيمها فلوس زي ما عايز، ويقيمها بالطريقة اللي هو عايزها، ومفيش حد يقدر يحاسبه. انا قابلت رئيس القطاع ومفيش نتيجة. طبعا احنا مش شغالين رسمي وقانوني، وانا طلعت الوصل ده لسبب واحد، ان انا طبعا وصل الكهرباء موجود، وبدل الوصل 2، وبدل ال2 في 3 و4 و5 و6. يعني بتسدد رغم الظلم اللي وقع عليك، بتسدد بانتظام برضه؟ بسدد بانتظام. المفاجأة مش في كل ده، والغريب
والمريب في الموضوع بتاع الكهرباء او مأمور الضبطيه القضائيه مش في كل ده. في مفاجاه؟ طبعا. لا، طالما في مفاجاه، اعزائي المشاهدين والمتابعين، نلتقي معكم بعد الفاصل مع المفاجاه اللي هيوضحها لنا المهندس جمال عسكر. فاصل ونواصل. عدنا لكم أعزائي المشاهدين والمتابعين عودة مرة أخرى مع الضيوف الأعزاء المهندس جمال عسكر والمستشار صالح المزين. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما هو داعم للشباب، ودائما يوصي بالاهتمام بالقطاع الخاص، ودائما يوصي بالشركات الصغيرة والكبيرة. شباب مصر المجتهد، عندنا الشاب جمال طبعا من الشباب الجميل جدا، وأسس مشروع جميل جدا وعمل مصنع كويس، ولو انه متواضع الى حد ما، ولكن اجتهد ونظم وصنع وعمل يعني حدث جميل. كنا يصنع، يعمل مصنع جميل يصدر ويستورد ويقدم بشكل كويس لجمهورية مصر العربية، ويكون نموذج مشرف للشباب المصري والشباب البحراوي. المفروض ان احنا بناخد بايده وبنساعده وبنقويه وبننشطه. المفروض ان احنا ما نحبطهوش، المفروض ان انا يعني اقويه قدر الامكان. ولكن ما حدث معاه من ملف شركة الكهرباء ده شيء خطير جدا وملف خطير جدا، ومعكم هنتواصل. باشمهندس جمال، قبل الفاصل وعدتنا ونوهت ان فيه مفاجأة في صلب الموضوع، عرفنا بقى ايه المفاجأة؟ هو معلش يا دكتور، قبل ما نبدأ المفاجأة طبعا هنوه عن حاجة بسيطة خالص. احنا في شهر 9 في 1/9 كنا مصدرين اول حاوية. احنا كان تم التعاقد مع شركة في اليمن على 4 حاويات متتاليات. المفروض في شهر 10/9 سلمنا اول حاوية. المفروض في شهر 10 في نهايته هنسلم الحاوية الثانية، وهكذا في شهر 11 وشهر 12. طبعا احنا سلمنا اول حاوية وربنا قدرنا ورفعنا اسم بلدنا بره، صنع في مصر بشركة ماتريكس ايجيبت. جميل. دي كانت الاولى. مأمور الضبطيه القضائيه لما جه في شهر 10 طبعا قطع عننا التيار الكهربي، فاصبح ان احنا ما قدرناش نطلع الحاويه. والمشكله الكبيره ان احنا طبعا تواصلنا مع رئيس القطاع عشان يوصل لنا التيار الكهربي يوم 23/10 ويوم 24/10. كنت موجود جوه مصر لان انا كنت في الصين في دعوه لمعرض الكانتون في الصين، وطبعا التواريخ يعني اجتماع مثلا في الصين مثلا. معرض الكانتون هو معرض عالمي بيضم الشركات والمصنعين في جميع انحاء العالم. جميل. وبيكون اكبر معرض على مستوى العالم، وبيضاهيه عندنا في مصر طبعا معرض ارض المعارض عندنا بيتعمل كل سنه، معرض بلاستيك مصر. حاجه تشرف يعني ان مصر بيكون فيها المعارض الكبيره دي. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل طبعا ان انا رحت رئيس القطاع طبعا قال ده مأمور ضبطيه قضائيه ما اقدرش اعمل معاه حاجه، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده. ولكن المفاجاه ان احنا عشان نوصل نركب عداد الكهرباء قعدنا من شهر 10 من 23/10 بنعمل اجراءات وورق علشان نقدر نركب عداد كهرباء لحد شهر 2، 5 شهور. اللي هو في ال5 شهور دول انا خسرت 3 حاويات. في ال5 شهور دول انا خسرت مبالغ كتير جدا. وطبعا عندي العماله دي كانت يعني عماله موجوده ما بتشتغلش ولازم اديها مرتبات، لان عماله مدربه عندي على الشغل بتاعي، فانسابت المصنع مش هنقدر نشتغل. اكيد في حاجات بقى حصلت وانت في الصين. بقى ايه اللي حصل وانت في الصين بالظبط؟ اهم اللي حصل وانا في الصين دي كانت حاجه غريبه جدا. ان مأمور الضبطيه القضائيه يروح يوم 23/10 يعمل محضر باسم والدي بمليون وكسور. والدك ماله طيب اذا كان انت رئيس مجلس الاداره؟ ما هو المشكله ان هو اتصل على والدي علشان قال له احنا جايين نعمل معاينه العداد. احنا كنا مقدمين على العداد في 19/10/2024، فكنا مقدمين على العداد. فاتصل على والدي انا جاي اعمل معاينه العداد. بدل ما يعمل معاينه العداد الراجل جاي عمل ايه؟ عمل صور المصنع من الداخل. ايوه. وقام جاي طالع وكانه جاي يهدم مش ينشط او يساعد. وقام جاي طالع عامل محضر سرقه كهرباء ب1,027,000 مع العلم ان احنا مقدمين على المنصه لتركيب العداد يوم 19. فانا ما عنديش مانع
انا ما عنديش مانع، هو شغله هو شايفه بطريقته. يا بس انا غيظان حكايه مليون دي، يعني انا عايز اعرف يعني للمره الثانيه انت بتدخل كام مليون في السنه لما بيعمل لك غرامه بس كده 1,727,000 جنيه؟ ما هو حضرتك اللي يثبت احنا بندخل كام مليون في السنه الحويات اللي بنصدرها. المنتج بتاعنا بوكسات وبتكون يعني كبيره مش ب 15 مليون ولا حاجه؟ لا 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 لا، ب 15,000 دولار. يعني ما يقارب اللهم صل على سيدنا محمد، ما يقارب ان احنا بنتكلم في 750,000 جنيه مصري. تمام. 750,000 جنيه مصري دول احنا بنعملهم في شهر ونص شغل. احنا ما بين خامات، ما بين كهرباء، ما بين عماله، ما بين مخازن. طب قيم المليون ونص ده ازاي؟ يعني ما يقرب المليون ونص قيمه بناء على ايه؟ يعني قيم المبلغ الجام ده بناء عليه في المصنع. بص حضرتك يا دكتور، انا اقول لحضرتك على حاجه. انا من شهر 7، انا اخر ممارسه بتاعتي كانت في شهر 7، الممارسه الرسميه اللي كنا بندفعها. شركه الكهرباء انت ما تعرفش تتعامل مع حد، انت لا انت عارف تتعامل مثلا مع مدير الشركه او رئيس القطاع او مأمور ضبطيه قضائيه او اي شخص. كل شخص كلام مختلف عن التاني. واحد يقول لك الممارسه شيء قانوني، وواحد تاني يقول لك الممارسه هي سرقه، انت سرقت واحنا بنحاسبك على السرقه. ما كانوش سمحوا بقى من الاول لو هي سرقه. هنا اتكلمنا قلنا الكلام ده. يعني انا من شهر 7 الممارسه بتاعتي انتهت مثلا، او انا دفعت في شهر 7، المفروض هدفع في 9، رحت ادفع في 9، مش هندفع خلاص مفيش مشكله، قدمنا على العداد. هو قال كده، قال مفيش ممارسات خلصت. طب احنا قدمنا على العداد، مين اللي كان بيعمل لنا التقدير بتاعنا كل شهرين؟ أيوة. هو نفس مأمور الضبطيه القضائيه اللي كان بيعمل لنا تقدير ب20 وب30 وب15 وب17,000، هو نفس مأمور الضبطيه القضائيه اللي عمل لنا 1,027,000. نفس الشخص اللي هو عنده الامراض والحاجات ديت، اللهم احفظنا. هو ما اتغيرش، هو نفس الشخص. حط ارقامه خلاص، هو بيحط ارقامه خلاص. وبعدين الضبطيه القضائيه دي فيها مشكله. يعني بالنسبه لشركه الكهرباء بالاخص، شركه الكهرباء دي اللي المفروض ان يمسك ضبطيه قضائيه هو مهندس، لانه هيخش المكان هيقدر يقيم احمال. لازم يكون شخص تنطبق عليه المعايير الشخصيه انه يليق انه يكون مسؤول ضبطيه قضائيه. يا فندم ما يكونش بيعاني حتى من الامراض دي والحاجات ديت، فاهمني؟ يا فندم ما بيقدرش يحط رجله على الارض. لا حول ولا قوه الا بالله. يا فندم والله علشان يخش المصنع لازم يسندوه ويشيلوه ويدخلوه المصنع. يا فندم طب الحاله الذهنيه عنده ايه؟ اذا كان انت قلت لي بيعاني من ايه، قلت لي كرر تاني معلش. اللهم احفظنا طبعا مش افترى. مرض السرطان. لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا بيتعالج كيماوي، ومرض الكبد، وعنده الضغط وعنده السكر. طب حالته الذهنيه تكون 100% اثناء التقييم بتاع الغرامات دي؟ وهو اللي هو في الحاله اللي هو فيها ديت؟ ما هي دي مشكله يا دكتور، دي مشكله. احنا مش قادرين نتواصل مع حد. يعني فين رئيس مجلس اداره الشركه؟ ليه ما رحتش قلت 1 2 3؟ رئيس مجلس اداره الشركه رحت له وقابلته، مهندس بهجت، واتكلمت معاه. هو ما كانش فاضي طبعا، كان مشغول عنده اجتماع، وجاب لنا المهندس اسامه ابو شعره، قعدنا اتكلمنا معاه. مهندس اسامه كان كل كلامه كل اهتمامه، الكلام ده طبعا في شهر 10، كل كلامه كل اهتمامه ان انت لازم تدفع. طالما الضبطيه القضائيه حطت كذا يبقى لازم ادفع وخلاص. طب انت لما تعمل تحقيق يا رئيس مجلس اداره الشركه، مع احترامنا ليه، تمام، اشوف الراجل ده نجيبه ونحقق معاه ونساله انت عملت بناء على ايه، وتقييماتك ايه، وتقديراتك ايه، ازاي جت ازاي، عشان نوضح ليك يا فندم. انا ويجمعك بيه كمان. اتكلمت معاه وقلت له ان حضرتك انا كانت بتجيلي الممارسه كذا، وحاليا محضر بمليون وكسور. طبعا كل اللي انا بقوله ده انا ما دخلتش في عمق المفاجاه، لان الموضوع مش صغير. الموضوع بس المفاجاه هنسمعها، اتفضل. طبعا. طبعا احنا بدانا، انا بتكلم معاه فقال لك ادفع وبعدين نتظلم. يا فندم ازاي؟ يا فندم ازاي ادفع وبعدين بناء على ايه؟ ازاي؟ طب فهو كده، احنا عندنا كده، هي الشركه كده وعملت قانون كده، دي طريقه، دي سياسه الشركه يا فندم. هل دي سياسه؟ حتى لو سياسه الشركه، انا بعتبر من المستثمرين الصغيرين في سياسه متعسفه كده. داخل غامرت بوظيفتي الحكوميه وغامرت بكل شيء علشان ارفع اسم بلدي بره، واسست المصنع الجميل ده، بدات تشتغل. اسست مصنع من لا شيء. مصنع صغير ولكن اسسته من لا شيء، وصدرت بيه علشان اقول للعالم كله. بصراحه يترفع لك القبعه،
اذا كان حد في سن حضرتك وبهذا النشاط والوضع الشباب الجميل، يا ريت حتى على الاقل 50% من شباب مصر يحظوا حظوك. المفروض ان احنا نشجع الشباب يا جماعه يا سياده الرئيس. طيب كمل يا ريس. طبعا هقول لحضرتك على حاجات كتير. ان انا اصدر بمصنع مساحته 100 متر، ده انجاز طبعا. طبيعي. ده حاجه خارقه، ان انا اقدر ان انا اوصل ارفع اسم بلدي في الخارج، ان انا تجيلي دعوات من شركات في دول كتير جدا ان انا اروح معارض عندهم. ده شيء يشرفني طبعا ان انا مصري وان انا رافع علم بلدي. ان انا اصدر لجيبوتي ما شاء الله، جزئي ان انا اصدر لليمن واعمل تعاقد ب4 حاويات متتاليات ورا بعض، ده انجاز كبير جدا، شيء مشرف والله. اما يجي مأمور ضبطيه قضائيه يقطع عني التيار الكهربي وتقعد الخامات بتاعتي مركونه وما اقدرش اشغل كهرباء وما اقدرش اشتغل اساسا خالص، احباط طبعا وانه احباط وتدمير شخصي، وانه احباط وتدمير للمصنع والغاء مصنع. يا دكتور، احنا مصنع مرخص، احنا معانا رخصه صناعيه، الأوراق كلها تمام ومظبوطه وبتثبت. معايا رخصه صناعيه ومعايا سجل صناعي واوراقي ممتازه وعندي قيمه مضافه وبصدر للخارج وشغال، كنت شغال ممتاز الى ان حصلت المشكله دي. طيب هل بعد كده انت اترحمت؟ يعني اتعمل لك محضر ب1,027,000 على الفور. طبعا كان معالي المستشار موجود معانا في ان احنا لازم العداد يركب بسرعه جدا، احنا مقدمين عليهم 19 محضر من 23. اما رحنا شركه الكهرباء قالوا المحضر عن فتره سابقه، قلنا ما فيش مشكله ولكن عايزين لجنه فنيه تيجي تقدر الاحمال وتقول لنا ان احنا لما نشتغل في المصنع الورديتين او ورديه او 4 ورديات او 3 ورديات او ايا كان العدد، بيكون التكلفه قد ايه، بتتحسب ازاي. ان يجي مأمور الضبطيه القضائيه يعمل لي اليوم 24 ساعه 6500 جنيه، انا اصلا ما بشتغلش 24 ساعه. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا ما بين شهر 10 لحد شهر 2 واحنا بنجري على شركه الكهرباء والقطاع والهندسه علشان نوصل ان احنا بس نركب اول عداد. كانت الاحمال بتاعتنا 50 كيلو واتعملت طبعا معاينه. ده اول عداد ركب عندنا. اول عداد ده ركبناه يا دكتور، احنا دافعين 115,000 او حاجه زي كده. انا معلش النضاره مش هشوف الارقام الصغيره، مش مشكله. فايصال البنك اهوت، المخرج الجميل بتاعنا هيجيب لنا الحاجات دي كلها. ايصال البنك احنا دافعين، بداوا الناس يشتغلوا، احنا دافعين في شهر 2 بداوا الناس يشتغلوا ويركبوا لنا ايه؟ اعمده، وبعد الاعمده شدات، وبعد الشدات حصه في المحول، وبعد حصه المحول جابوا لنا العداد. يوم ايه؟ يوم 9/3. تمام. 9/3 ده احنا في معارك عشان نوصل ل 9/3 وعشان نوصل لمرحله ان احنا بس ندفع وصل الكهرباء ده. طبعا الوصل ده له تاريخ في شركه الكهرباء. اكيد طبعا. احنا ركب لنا عداد كودي الاول، عداد بكارت، فدي الشحنات كانت الشحنات بتاعته. ايوه. تمام. أيوة. ركب امتى؟ يعني الطحن ده كله عشان توصل لمرحله الوصل 5 شهور. 5 شهور. 5 شهور عشان اوصل. مجهود شاق جدا. ليه ده ما يتمش في خلال شهر مثلا، ولا يعني حتى شهرين يعني مثلا؟ ليه ما يكونش في سرعه في تخليص الاجراءات يا فندم؟ من ناحيتهم. ده 5 شهور وبيقولوا لي ان احنا عملنا انجاز تاريخي كمان. ده يعني ده اللي اتقال لي يا فندم. المشكله الكبيره والمفاجاه العظيمه، خش لنا المفاجاه يا باشمهندس بقى، احنا اتشوقنا نسمع المفاجاه دي. ان احنا مقطوع عننا الكهرباء من يوم 23/10 للساعه، من يوم 23/10 عصرا لحد يوم 9/3 ميعاد تركيب العداد الساعه 11 الظهر مقطوع عننا الكهرباء. 5 شهور ويتعمل لنا محضر ب800,000 جنيه يوم 9/3 اللي ركب فيه العداد الساعة 4 العصر والعداد راكب ومشحون في الشركة. يعني دي المكافأة بتاعتكم كمان؟ المكافأة طبعا ده مكافأة كبيرة جدا. اتعمل لنا محضر والعداد راكب. تشجيعية. محضر والعداد راكب. العداد راكب. اتعمل لنا محضر طبعا. اليوم ده مأمور الضبطية القضائية جه عمل المحضر وهو في الشارع بره، معانا فيديو بيصور مأمور الضبطية القضائية انه ما ينزلش من العربية. عمل المحضر العصر والعداد راكب واحنا شحناه ومشينا. احنا مشينا من المصنع تقريبا الساعه 1:30 او 2 بعد ما ركبوا العداد وشحنوه. مشينا بقى خلاص كده، يبقى في سيستم شغالين عليه بقى وخلاص. الله يكرمك. مش فارقه معاهم يعني. الله يكرمك. فرحنا طبعا
قلنا يا جماعه انتوا ازاي عملتوا لنا محضر واحنا ما لناش انزل على المصنع ده حط كذا، وانزل على الشركه ده حط كذا، وانزل على المحل التجاري حط كذا. يا فندم ده في مفاجاه اكتر جايه. احنا قلنا لهم يا جماعه انتوا ازاي عملتوا لنا محضر واحنا اصلا شغالين والعداد موجود. ده غير كده انت عامل محضر بتقول المصيبه دي ما كانش عندي كهرباء، ده انت اللي قاطعها. مظبوط، انت اللي قاطعها وكل يوم بتعدي عليا. يعني انا لو عندي كهرباء، يعني هو اللي قطع عنك الكهرباء وهو بيعمل لك محضر في نفس الوقت. ولو قطع عني الكهرباء كان جاب مثلا في شهر 11 في 12 في 1 في 2، انما ده هو نقى اليوم اللي ركب فيه العداد. عدى لقى طبعا شده جديده ركبت، ولقى ان اعمده جديده ركبت وحاجات جديده ركبت، فقال الجماعه دول وصلوا، طب ما اعمل لهم محضر. شغل تعسفي بقى بينك وبين الناس، ده حاجه تزعله؟ مزعل الناس في حاجه؟ والله يا دكتور انا ماليش علاقه بحد، انا اهتمامي عندك حد فيه عداء بينك وبينه عشان يعمل كده؟ لا والله يا دكتور. طب هل ده سيستم يعني؟ طب هل ده نظام يتبع مثلا مع شركه كهرباء معروفه زي الشركه القابضه في البحيره؟ يا دكتور انا اتكلمت مع الناس هناك في الشركه وكل الناس محترمه وكل الناس كويسه، ولكن احنا ما زلنا عندنا الروتين، مفيش فايده. احنا مفيش فايده عندنا. زي ما قلنا من شويه، انزل هات لي كذا من المكان الفلاني، حط غرامات هنا، حط، صح كده؟ يا دكتور انا سالت واحد من الموظفين في الشركه، فبساله بقول له يعني ازاي يجي لي محضر بمليون ومحضر ب 800,000؟ طب ادفعهم منين 2 مليون جنيه؟ انا معدات المصنع مش هتجيب 2 مليون جنيه، لما ابيعها مش هتجيب 2 مليون. دخلك 10 مليون في الشهر بقى ولا حاجه، ماشي اعمل يا عم محضر بمليون، بيبقى ناقص مليون. فالراجل قال لي مفاجاه، قال لي يعني انت عايز مأمور الضبطيه القضائيه؟ قلت له في بيوت كتير سرقه، وفي ناس في الاسواق سرقه، وفي ناس على الكباري فرشه وسرقه، وفي ناس على الطرق منوره كده وخلاص. قال لي يعني انت عايز مأمور الضبطيه القضائيه هو له تارجت في الشهر لازم يحققه، انت عايز مأمور الضبطيه القضائيه يروح يلف على 1000 بيت عشان يجيب مليون جنيه؟ الله اكبر. لا هو ينزل على مصنع ويجيب المليون جنيه في يعني ضربه بالمرزب ولا 10 بالشكور. الله يفتح عليك يا دكتور. مع انه الشر الوقت بيداهمنا، عايزين بقى نخش في زبده الموضوع، اذا كان في حاجات اساسيه كده. في حاجات اساسيه طبعا. طبعا احنا غيرنا بعد كده لان احنا علينا قدرات، ودي مقايسه بموقف ما. عدنا لكم أعزائي المشاهدين والمتابعين ما يحدث من شركة كهرباء البحيرة الشركة القابضة، وما يحدث من جهات المختصة مع مصنع الخاص بالمهندس جمال عسكر. وزي ما بدأنا الحلقة وسمعنا بالشرع القانوني وسمعناه، وضع فيه تعسف، وضع فيه إهدار للمال العام، وضع فيه إساءة، وضع عدم تشجيع بالمره. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المفروض انه في ظهر الشباب وبيشجع الشباب، شباب هم امل المستقبل وهم ركيزه الامه، المفروض ان احنا ناخد بايديهم ونقويهم ونساندهم. وده احنا مش هنجيب كلام من عندنا، ده كلام القياده العليا وكلام فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو دايما بيوصي بالشباب خير. يعني ده راجل اسس مصنع جميل، وبدأ يعني يعمل صناعات بلاستيكية جميلة، وبدأ يصدر مع دول عربية، وبدأ ينتج ويشتغل ويحقق ربح ويشغل عمالة، وبيعمل إضافة للبلد، وبنشط الشباب وبنشط نفسه وبنشط البلد، وبيدخل خير بالعملة الصعبة داخل مصر. ليه نتعامل معاه بالشكل ده؟ هي دي المكافأة اللي احنا بنقدمها للشباب، شباب مصر الناشط، دي المكافأة. بدل ما ناخد بايديهم ونقويهم وننشطهم ونقف في ظهرهم وننفذ كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليه كده؟ ليه التصرف دي من شركه كهرباء البحيره؟ وليه دي تصرف من مسؤول الضبط القضائي اللي هو بينزل عنده بالشكل بالمواصفات اللي قال عليها دي؟ ليه؟ المفروض ان احنا نكونوا داعمين لشبابنا ونكونوا قدام منهم وننشطهم. طيب احب انوه للساده المشاهدين والمتابعين والساده المسؤولين جميعا في جمهوريه مصر العربيه ان كل ما تحدث به المهندس جمال عسكر والمستشار القانوني للشركه على مسؤوليتهم الشخصيه، والقناه والبرنامج وانا شخصيا يعني لسنا لنا علاقه بهذا الموضوع لانه على مسؤوليتهم الشخصيه، ولكن هم بيتكلموا عن واقع ضرر حدث لهم. نرجع للمهندس جمال عسكر مرة أخرى، كلمنا بقى يا باشمهندس، كمل الآلام اللي أنت فيها دي. يا دكتور احنا يعني اللي بيقوله سيادة الرئيس واللي بيسعى له معالي الفريق كامل بالوزير لو بيتنفذ
هنكون في اول الدول، هنكتسح فعلا في مجال التصدير. احنا عندنا شباب كتير ممكن يكون مشكلته زي مشكلتي او اصغر او اكبر، ولكن مش قادر يطلع نفس ولا قادر يطلع له صوت ولا عارف هيتوجه فين ويتكلم مع مين. يا دكتور احنا شركة كهرباء البحيرة بتدمر مصنع واخد مبادرة وبيصدر للخارج وقاعد عطلان ومهدد بالسجن، وحاليا احنا مدعوين لمعرض الكانتون في الصين، ما نقدرش نسافر لان هل معمول لنا محاضر هل مش معمول لنا محاضر، ما نعرفش حاجه. ايه الاجراءات اللي شركه الكهرباء بتاخدها؟ هو ما بيقولكش على اي اجراءات. وفي شيء تاني غريب، حضرتك شركه الكهرباء لو خدت ضدي محضر وعملت محضر يا معالي الرئيس، شركه الكهرباء لو عملت محضر لاي شخص في الشارع، بلاش مصنع، وقالت انه سارق كهرباء، بعتت المحضر على اسم الشرطة او النيابة، اصبح ان الموضوع دلوقتي ما بين النيابة والشخص اللي معمول له المحضر والجهة اللي عملت المحضر. اكيد طبعا. اصبح ان شركة الكهرباء كده رفعت ايديها في قانون يحكم ما بيننا. طب ليه هي ودته للنيابة لما هي هتيجي تقطع عني كهرباء بعد كده؟ طب بتوديه النيابة ليه؟ يا سيادة الرئيس انا بناشد معاليك. باشمهندس جمال، يعني لو هنقدم بلاغ على الهوا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن نقول له ايه؟ هقول له يا سيادة الرئيس ولادك محتاجين لك. يا سيادة الرئيس القطاع الإداري للدولة وبالأخص شركة الكهرباء في سبيل إن هي تحطم حياة ناس كتير، من أولهم أنا. يا سيادة الرئيس أنا عامل مصنع وماشي قانوني ورسمي، لو في مخالفة تمت أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أدفع المخالفة، ولكن تكون بما يرضي الله. يا سيادة الرئيس تكون المخالفة في القدرات. يا سيادة الرئيس حاليا شركة الكهرباء بتعمل مخالفات لمن استطاع إليه سبيلا. يا سيادة الرئيس النهاردة أنا مهدد بالحبس وأنا شغال رسمي وقانوني. يا سيادة الرئيس أنا بناشد معاليك، إحنا واخدين مبادرات وبنصدر للخارج ومصانعنا بنتقفل. مصنع عندي يا سيادة الرئيس اتقفل 5 شهور متتاليين، ما كانش عندي كهرباء، اتعمل لي محضر وانا ما عنديش كهرباء يا سيادة الرئيس، اتعمل لي محضر وانا مش شغال، اتعمل لي محضر ودفعت غرامة تأخير للناس اللي كان المفروض ان انا هصدر لهم الشغل والغوا تعاقدات معايا. سيادة الرئيس حضرتك بتدعمنا وبتساندنا، فنرجو من معاليك ان حضرتك تحل لنا مشكلتنا وازمتنا مع شركه كهرباء البحيره، وما عندناش مانع يا ريس ان احنا ندفع، ولكن في المستطاع نقدر اللي احنا نقدر ندفعه. فاتوره جايبه لي 20,000 جنيه او 15,000 جنيه، ما يعادل من 500 ل 600 جنيه في اليوم. شركه الكهرباء عامله لي المحضر ب 6,500 جنيه في اليوم. فانا سياده الريس ما عنديش مشكله ان ادفع، ولكن هدفع على اللي اقدر ادفعه، اللي يسمح بيه في المستطاع يعني يا فندم، اللي يقوله العداد. رسالة المهندس جمال عسكر لمعالي وزير الكهرباء. اولا يا معالي الوزير، شفاك الله وعافاك، والف سلامه على حضرتك وعلى الاسره الكريمه من الحادث الاليم طبعا، وكلنا قلوبنا معاك، وحضرتك اب لينا واخ لينا، وبنقول لحضرتك يا ريت يا ريت يكون في فلتره لموضوع الضبطيه القضائيه، لان الموضوع بقى موضوع تعسفي وبقى موضوع كبير جدا، وبتقفل فيه مصانع وبتخرب فيه بيوت. يا دكتور معالي المهندس وزير الكهرباء، مأمور ضبطيه قضائيه عنده سرطان، عنده الكبد، عنده الضغط والسكر، ما بيقدرش يمشي على الارض برجليه، موجود في كفر الدوار بحيره، قطاع شمال البحيره، وانا بتكلم ومسؤول عن كلامي وبقول لحضرتك ما بيقدرش يحط رجليه على الارض، بيعمل محاضر جزافيه وبيقفل مصانع وبيخرب بيوت. يا دكتور لو سمحت كن رحيم بينا وشوف لنا حل. كلمتك لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء بمحافظة البحيرة. لا رئيس الشركه القابضه هنقول له كلمه يعني بعد يعني انا بصراحه مهندس بهجت انا قابلته ممكن 5 دقايق وممكن هو ما يفتكرنيش، ولكن انا طبعا مش هنساه خالص في عمري، لان مهندس بهجت ما ساعدناش اصلا ولا اهتم بالموضوع. كل الموضوع انا عندي اجتماع هاتوا له فلان، فمش عارف، مش هقدر اقول كلمه. طلباتك
في نهاية حلقتنا نقول لهم بصفة عامة ايه المطلوب سريعا وعاجلا لعلاج الموقف؟ مطلوب تدخل السيد رئيس الجمهورية، مطلوب تدخل معالي الفريق الأب الروحي للمصنعين في مصر كامل بيه الوزير، إنه يحل مشكلتنا ويحل أزمتنا عشان نقدر نبدع ونقدر نشتغل ونقدر ننتج ونقدر نطلع شغلنا تاني بره. بشكرك. شكرا لحضرتك. في نهاية حلقتنا النهاردة من برنامج أقوى الملفات على ما سردته من وقائع ومن آلام ومن أحاسيس، يعني احنا حسينا نبضك وحسينا ما تمر به من آلام، من أعطال في شغلك وقفل المصنع مش عارف أقول لك إيه، أقول لك ربنا يقويك، وإن شاء الله احنا معاك والدولة معاك والشرفاء في الدولة معاك ورئيس الجمهورية معاك، وكلنا مساندين للشباب ومساندين لحضرتك، وإن شاء الله إن شاء الله تتحل المشكلة إن شاء الله بإذن الله. شكرا يا دكتور. نشكر معالي المستشار صالح المزين على ما أدليت به من أمور قانونية في هذه المشكلة. كلمة تقدمها أخيرة. انا اخر كلمه بقولها ان شباب مصر بسم الله ما شاء الله شباب واعد وكله ابداع وابتكار، وعايز بس دفعه وينطلق لاعلى افاق العالميه. فمش يعني المشكله ان بتقابله معوقات عكس اتجاه الدوله خالص. يعني سياده الرئيس بيدفع الشباب وبيشجع الشباب، التشجيع والروح المعنويه هم الدافع لاي شاب، وعندهم طموحات وعندهم قدرات، ولكن بتقابلهم معوقات يجب التخلص منها. يجب الروتين والبيروقراطيه هي المشكله ما زالت لسه برضه. جميل. مع المستشار احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبنشكر المهندس جمال عسكر. ان شاء الله نعدك ان احنا معاك وورا المشكله وورا اي مشكله اعلاميا لتوصيل المعلومه للمسؤول وتبسيطها، ودايما احنا حلقه وصل ما بين المواطن والمسؤول من اجل تسهيل المهمه، وان شاء الله هيكون هناك حل عاجل باذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا ليك. اعزائي المشاهدين نشكر ضيفنا المهندس جمال عسكر صاحب مصنع ماتريكس ايجيبت للصناعات البلاستيكيه للاستيراد والتصدير، وبنشكر معالي المستشار صالح المزين، ودائما معكم في برنامج أقوى الملفات. كل التقدير والاحترام لمخرجنا الجميل كوريلا الصبحي ولفريق العمل، وحتى نلتقي معكم في لقاءات أخرى نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.